في التاريخ هناك أنواع من الحروب، حروب تخاض بالسيف وحروب تخاض بالكلمة. وفي الجزائر في أحلك سنوات الاحتلال الفرنسي ولد رجل لم يحمل بندقية يوما واحدا في حياته، لكن فرنسا كانت تخافه أكثر من أي جيش، لأنه كان يفعل شيئا أخطر من القتال. ابق معي، لأن ما ستسمعه الآن عن هذا الرجل ليس فقط تاريخا، هو درس لم نفهمه بعد. لكي نفهم من هو عبد الحميد ابن بديس يجب أن نفهم أولاً ما كانت عليه الجزائر. في عام 1830 دخلت فرنسا الجزائر، لكنها لم تكتفي باحتلال الأرض، أرادت احتلال العقول. قال سكرتير الجنرال الفرنسي بيجو بكل صراحة وبكل وقاحة: أيام الإسلام في الجزائر باتت محدودة. وبدأت الخطة. حولوا المساجد إلى كنائس وإسطبلات للخيل، وأغلقوا المدارس العربية، فرضوا الفرنسية لغة وحيدة، ومنعوا تعليم القرآن. وبعد عشرات السنين من هذا المحو الممنهج، أصبح كثير من الجزائريين لا يعرفون من أين أتوا ولا من هم. وفي هذا الظلام بالضبط ولد ابن باديس. في 4 من ديسمبر عام 1889 في مدينة قسنطينة شرق الجزائر ولد عبد الحميد في أسرة عريقة ومتدينة ذات مكانة وجاه. لكن قبل أن نتحدث عن الرجل يجب أن نتحدث عن الجذور، لأن جذور ابن باديس ليست عادية أبدا. اسمه الكامل مكتوب في المصادر هكذا: هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن محمد كحول بن الحاج علي النوري بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات بن عبد الرحمن بن باديس الصنهاجي الحميري. كلمتان تحملان تاريخا عميقا جدا. فمن هم الصنهاجيون؟ قبيلة صنهاجة اختلف فيها المؤرخون، البعض صنفها بربرية، لكن كثيرا من المصادر التاريخية والأخباريين يردون أصلها إلى حمير اليمن. يقولون أن جيوش التبابعة الحميريين تركت في شمال إفريقيا قبائل استوطنت المنطقة وامتدت فيها على القرون، وهي القبيلة التي أسست دولة المرابطين ودولة الزيريين. وكان الشعراء القدامى يمدحون أمراء بني باديس بقولهم: يا ابن الأعزة من أكابر حميرة وسلالة الأملاك من قحطان. يعني ابن باديس سواء نظرت إليه من زاوية النسب الحميري أو من زاوية صنهاجة المغاربية، هو ابن هذه الأرض وابن هذا الدين، وكان يحمل هذا النسب العريق بكل فخر وإعلان. والأعمق من هذا أن هذه الأسرة لم تكن مجرد قبيلة عادية. نسب العائلة يرتفع تاريخيا ليتصل بملوك وأمراء الدولة الزيرية، وأشهرهم الأمير المعز بن باديس الزيري الصنهاجي الذي حكم إفريقيا وأجزاء من الشرق الجزائري في القرن 11 الميلادي، وهو الذي أعلن الانفصال عن الفاطميين والعودة إلى المذهب السني. فكر في هذا جيدا. هذا الرجل قبل 9 قرون حكم شمال إفريقيا وأعلن السنة في مواجهة الشيعة الفاطميين، وبعد 9 قرون جاء حفيده عبد الحميد ليحارب بدوره البدعة والانحراف والاستعمار. كأن هذه الأسرة ولدت لتصلح ما أفسد في كل عصر ومكان. فقد كان جده الأول يناضل الإسماعيلية الباطنية وبدع الشيعة في إفريقيا، فصار ابن باديس خلفا له في مقاومة التقليد والبدع ومحاربة الضلال. ولم تكن العائلة بعيدة عن الجهاد في أوقاتها القريبة أيضا. كان قسم من عائلة ابن باديس قادة كبار مع الأمير عبد القادر الجزائري، وأسرهم المحتلون سنة 1847 وأرسلوهم إلى فرنسا وأودعوهم السجن في باريس، ثم أفرج عنهم مع الأمير عبد القادر في عام 1852. يعني من جهة أجداده حرب ضد الفاطميين، ومن جهة أعمامه وأقاربه حرب ضد الاستعمار الفرنسي. هذا الرجل لم يختر النضال كان في دمه من قبل أن يولد. كان أبوه محمد المصطفى بن المكي بن باديس حافظا للقرآن الكريم ومن أعيان المدينة،
واشتغل قاضياً وعضواً في المجلس الجزائري الأعلى للقضاء. وأمه هي السيدة زهيرة بنت محمد بن عبد الجليل بن جلول من أسرة مشهورة بقسنطينة لمدة 4 قرون على الأقل. وعائلة ابن جلول من قبيلة بن معاف المشهورة في جبال الأوراس. من جهة أبيه صنهاجيون حميريون حكموا شمال إفريقيا. من جهة أمه قبيلة الأوراس العريقة. هذا الرجل كان يحمل في عروقه روح الجزائر كلها. تعلم ابن باديس القرآن الكريم منذ سن الثالثة، 3 سنوات فقط وهو يحفظ كلام الله. حفظ القرآن الكريم وهو مازال في 13 من عمره على يد الشيخ محمد بن المداسي أشهر مقرئ في قسنطينة. وفي هذا العمر الصغير كان يؤم الناس في صلاة التراويح، طفل يصلي خلفه الكبار والشيوخ. لكن المعلم الذي غير في حياته كل شيء كان الشيخ حمدان الونيسي، الرجل الذي قال له جملة واحدة لم ينسها حتى آخر يوم في حياته: تعلم العلم من أجل العلم وليس من أجل الواجب. في عام 1910 التحق بجامع الزيتون في تونس، حيث أكمل تعليمه على يد خيرة العلماء أمثال محمد النخلي القيرواني ومحمد الطاهر بن عاشور. في عام 1911 نال شهادة التطويع العالمية، وكان ترتيبه الأول من بين كل الطلاب في أعرق جامعة الإسلامية في المغرب العربي. ثم سافر لأداء فريضة الحج في المدينة المنورة، وهناك التقى بعلماء في كل أصقاع العالم الإسلامي. وهناك أيضا اتفق مع الشيخ البشير الإبراهيمي على خطة لإصلاح الجزائر كلها. لكن شيخه قال له شيئا صدمه: يا عبد الحميد، الجزائر تحتاجك أكثر من المدينة المنورة، ارجع. عرض عليه أن يبقى في المدينة المنورة، عرض عليه حياة العلم الهادئة بعيدا عن الاحتلال. رفض وعاد. عاد إلى بلد يحتله الفرنسيون، عاد إلى شعب يمحى تاريخه يوما بعد يوم. عاد بيده القلم ومعه خطة. عندما عاد ابن باديس إلى قسنطينة لم يذهب إلى السياسيين، لم يطلب منصبا ولم يفتح مكتبا، ذهب مباشرة إلى المسجد، إلى المسجد، وفتح درسا. بدأ مشروعه العلمي الكبير من المسجد الجامع في مدينة قسنطينة، وانتقل بعدها إلى المسجد الأخضر، وكانت دروسه علمية وفكرية موجهة ضد الاحتلال. كان عدد تلاميذه في البداية قليلا، ثم سرعان ما زادت الأعداد. لكن فرنسا لاحظت وخافت، لأن هذا الرجل لم يكن يشرح الفقه فقط، كان يقول للجزائريين: أنتم عرب، أنتم مسلمون، هذه أرضكم ولن يمحوا هويتكم. فقرروا إسكاته، حاولوا إغراءه بمنصب رئيس الأمور الدينية مع راتب ضخم وامتيازات كبيرة. رفض بكل بساطة، رفض لأنه يعرف أن من يقبل عطايا المحتل يصبح أداة في يده. فلجأت فرنسا هنا إلى التهديد والمنع، لكنه لم يتوقف. آمن ابن باديس بقوة وتأثير الكلمة، فاستثمر الصحافة لنشر فكره الإصلاحي، وكانت البداية بإصدار جريدة النجاح، ثم جريدة المنتقد عام 1925، ثم جريدة الشهاب في نفس السنة. جريدة المنتقد اسمها يقول كل شيء، كانت تنتقد الاحتلال، تنتقد الجهل، تنتقد الخرافة. أحدثت هزة عنيفة في فكر الشباب الجزائري آنذاك، وأخذت تسحب البساط رويدا من الصحف والمجلات الصادرة باللغة الفرنسية. فرنسا أغلقتها، فأصدرت جريدة الشهاب وأغلقوا الشهاب، فأصدرت جريدة أخرى فأغلقوها. وفي كل مرة يغلقون عليه بابا كان يفتح نافذة. لكن أعظم ما فعله ابن باديس لم يكن جريدة ولا مقالا، كان الجمعية. أنشأ ابن باديس رفقة 72 عالما وممثلا لمختلف المناطق الجزائرية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 مايو 1931 بنادي الترقي في الجزائر العاصمة، وانتخب رئيسا لها، وجعل شعارها: الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا. اقرأها مرة أخرى: الإسلام ديننا، العربية لغتنا،
الجزائر وطننا. في وقت كانت فيه فرنسا تقول الجزائر فرنسية، جاء ابن بديس وقال الجزائر للجزائريين، وفتح المدارس وكرس حياته لتعليم اللغة والدين والتاريخ. كان يدرس النساء والأطفال صباحا ويعلم الرجال وكبار السن مساء. فكر في هذا جيدا، رجل واحد يدرس الأطفال في الصباح ويدرس الآباء في المساء ويكتب في الجرائد ليلا، لأنه كان يؤمن بشيء واحد: إذا جهل الشعب هويته فقد خسر قبل أن تبدأ أي معركة. وفي عام 1937 في احتفال بالمولد النبوي الشريف أمام الآلاف من الجزائريين في قسنطينة، وقف ابن بديس وأنشد قصيدته، قصيدة شعب الجزائر مسلم، كانت دعوة إلى الثورة وتخطيطا لها. أنشدها بمناسبة المولد النبوي سنة 1937، فتلفقها الشعب الجزائري من فمه ورددها وقال: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، ومن قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. هذا لكم عهدي به حتى أوسد في التراب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. بمواجهة منه 1000 جندي فرنسي قال لهم بقصيدة: لن ندمج الجزائر، لن تدمجوها، لن تمحوا هويتها، ولو مت أنا ستبقى الجزائر. تشاء الظروف أن يكون هذا النشأ الذي رباه ابن بديس هو مفجر الثورة الجزائرية في غرة نوفمبر 1954. ومن هذا النشأ العقيد عميروش والعربي بالمهيدي وأحمد زبانة وكل رعيل الثورة الجزائرية. يعني كلماته لم تكن شعرا فحسب، كانت بذورا. بذر الكلمة في عام 1937 وحصد أبناؤه الثورة في عام 1954. لكن هناك شيء لا يعرفه كثيرون عن ابن بديس. قبيل وفاته جمع حوله عددا من تلاميذه الأقرب وطلب منهم شيئا صادما. حدث الأستاذ حمزة بوكوشة، وهو من أقرب المقربين إلى الشيخ عبد الحميد بن بديس، إنه دعاه ذات يوم للمبايعة على إعلان الثورة المسلحة، وحدد له تاريخ إعلانها بدخول إيطاليا الحرب بجانب ألمانيا ضد فرنسا، مما يحقق هزيمتها السريعة. فبايعته على ذلك. يعني ابن بديس الرجل الذي حارب بالقلم كل حياته كان في قرارة نفسه يعد للثورة المسلحة، لأنه كان يفهم أن الكلمة وحدها لا تكفي، لكن الموت سبقه. توفي عبد الحميد بن بديس في مسقط رأسه مدينة قسنطينة بعد مرضه المفاجئ في 16 من أبريل عام 1940. كان عمره 51 سنة فقط. دفن في حشد كبير بلغ حوالي 20,000 شخص، 20,000 شخص في الجزائر المحتلة يشيعون جنازة رجل لم يحمل سلاحا، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الرجل أنقذ هويتهم. ارتبط اسم ابن بديس لدى الجزائريين بالعلم، الإصلاح، لذلك يحتفلون في 16 من أبريل من كل عام بيوم العلم تخليدا لذكراه. يوم العلم ليس يوم النصر، ليس يوم المعركة، إنه يوم العلم، لأن الجزائر تعرف أكثر من أي بلد آخر أن أخطر سلاح في التاريخ ليس البندقية، هو المعلم الذي لا يهاب. قبل أن تغلق هذا الفيديو اسمح لي أن أقول لك شيئا واحدا: عبد الحميد بن بديس لم يكن مجرد عالم، كان مشروع أمة، رجل كرس حياته ليعيد لهذا الشعب هويته ودينه ولغته. وقبل أن يرحل ترك رسالة لم تكن لجيله فقط بل لنا نحن. قال: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. توقف لحظة، يعني أن الأمل لم يكن فيه هو بل فينا نحن. فالمطلوب منا اليوم ليس أن نعجب بابن بديس فقط، بل أن نحافظ على ما تركه لنا وأن نكمل الطريق، لأن الأمم لا تموت عندما تهزم، بل تموت عندما لا تجد من يكمل المسير. اختار أن يكون معلما، وبالتعليم صنع ثورة أكبر من أي جيش. السؤال الذي أتركه لك اليوم: من يملك قوة أكبر في التاريخ؟ الأمير الذي يحكم بالسيف أم المعلم الذي يبني بالكلمة؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لأن هذا المحتوى ممتع وجميل جدا. وفي الأيام القادمة
ينتظرنا الأجمل. مع السلامة، نلتقي في فيديو جديد.